ايه الفرق ما بين الفايدة اللي بياخدها منك البنك لما تروح تاخد قرض وما بين الفايدة اللي بيديها لك البنك لما تروح تفتح شهادة او وديعة؟ خلينا نبتدي بالشهادات والودايع. حضرتك لما بتروح تفتح شهادة او وديعة في البنك مثلا مبلغها 100,000 جنيه، مثلا الفايدة عليها 15%، حضرتك بتدي المبلغ ده للموظف وبتسيب المبلغ ده من اول مدة الشهادة لحد نهاية مدتها. يعني مثلا لو الشهادة دي مدتها 3 سنين، حضرتك هتسيب 100,000 جنيه في البنك لمدة ال3 سنين. عشان كده البنك هيحاسبك مثلا على 100,000 جنيه دي هيدي لك 15,000 جنيه كل سنة، لان احنا قلنا سعر الفايدة 15% ثابتة. اما بقى لو الفايدة بتاعتها بتبقى متغيرة، فالبنك مثلا هيقول لك انا هدي لك 1% فوق سعر البنك بتاع المركزي، لان ساعات البنك يقول لك انا هدي لك فايدة متغيرة بتساوي السعر بتاع الفايدة بتاع البنك المركزي او اقل مثلا 0.25%، حسب العقد اللي انت ماضيه مع البنك وانت بتفتح الشهادة. حتى في النوع ده من الشهادات اللي هو بيدي لك فايدة متغيرة بتتحسب برضو بطريقة ثابتة. ليه؟ لان انت بتسيب المبلغ من اول مدة الوديعة او الشهادة لحد نهاية مدتها. الامر ده طبعا بيختلف في حالة القروض. ليه؟ القروض بيتحسب عليها فايدة متناقصة، والمثل اللي انا هقوله لك ده هيوضح لك الدنيا اكتر. حضرتك لو رايح مثلا تاخد قرض من البنك برضو مبلغه 100,000 جنيه، ولكن سعر الفايدة عليه 20% مثلا، وحضرتك هتسدد القرض ده وليكن على 4 سنين، حضرتك اول قسط هتتحاسب على 20% فايدة. ليه؟ لان انت لسه فاضل لك 100,000 جنيه كلهم ما سددتش منهم ولا مليم. وليكن بعد اول شهر حضرتك سددت 2000 جنيه مثلا من اصل المبلغ اللي عليك، فالشهر التاني البنك هيحسب لك الفايدة ب20% بس على المبلغ الباقي 98,000 جنيه. الشهر الثالث البنك هيحسب لك 20% على المبلغ الباقي 96,000 جنيه. هيفضل المبلغ أصل مبلغ القرض يقل مع الوقت لحد مثلا آخر قسط هيتبقى لك وليكن 2000 جنيه من أصل المبلغ، فالبنك هيحسب لك الفايدة 20% ولكن على المبلغ الباقي 2%. عشان كده بيقولوا الفايدة على القروض هي فايدة متناقصة. ليه؟ لأن أنت أصل المبلغ بتاعك بيقل. هنا بقى السؤال، إزاي أحول الفايدة المتناقصة لفايدة ثابتة؟ يعني مثلا 20% فايدة متناقصة بتساوي قد إيه فايدة ثابتة؟ هقول لك في معادلة هي ممكن للتوضيح أو إن هي تقرب لك الدنيا شوية. إن أنت لو خدت مثلا سعر الفايدة 20% قسمته على 1.79%، يعني 1.79، ده هيطلع لك سعر الفايدة، هيحولها لك من فايدة متناقصة لفايدة ثابتة. والفرق ما بين الفايدة الثابتة والفايدة المتناقصة ده يفيدك قوي، خصوصا لو انت رايح تاخد قرض من البنك. لان انت مثلا ممكن تروح لبنك او لاي جهة هتدي لك قرض تقول لك انا هدي لك القرض ده ب20%، وواحد تاني يقول لك انا هدي لك القرض ب11%، فتقول ده ب 11 ده احسن من 20%. هقول لك ان الاثنين ممكن يكونوا متساويين. ليه؟ لان ده حسبها على الفايدة المتناقصة وده حسبها على الفايدة الثابتة. فلما اي موظف يقول لك الكلام ده قول له حضرتك هتديني الفايدة الثابتة كام، او مثلا هتديني الفايدة المتغيرة كام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.